السلام عليكم، كيف دايرين؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم جوج ديال الطورطيات، طورطيه ديال البطاطا ولي زيبينار وطورطيه ديال الجلبانه، كيجيو واعرين بنانين خطيرين. المقادير في متناول الجميع، ساهلين واقتصاديين. ما غنطولش عليكم، غنخليكم مع المقادير والطريقه ان شاء الله. المقادير كالتالي: غادي نحتاج هنايا نص كيلو ديال الجلبانه ما مسلوقه ما حتى شي حاجه، نص كيلو ديال الجلبانه. عندي هنا مليحه، عندي هنا زيت البلديه خاصه ديال الطياب، عندي واحد البصله موين مشلضه رقيقه، عندي 6 ديال البيضات، عندي هنايا واحد معلقه كبيره ديال المعدنوس مقطع رقيق، عندي هنا واحد عريج ديال النعناع، وعندي هنا البزار. صافي هادشي اللي غنحتاجو. دابا غنخليكم مع الطريقه. اول حاجه كناخذوا البصله اللي شلضنا رقيقه، غنديروها في مقيله، وغادي نديرو عليها شويه ديال الزيت، نديرو زويته، وغادي نشعلو عليه البوطه عافيه، ما تكونش مجهده باش ما تحرقش لينا البصله، يعني تحمر لينا وما تحرقش. غادي ندير مليحه، غادي نديرو شويه ديال البزار ماشي بزاف باش ما تجيناش حاره، حيت انا عندي هذا البزار فيه البيض والكحل. صافي وغنخليوها حتى تحمر لينا وغادي نرجع معكم. هنا كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما تحمرت ليا هذيك البصله، دابا غادي نزيد الجلبانه. هنايا نزيدو الجلبانه، ومن بعد ما درت الجلبانه غادي نزيد واحد مويها دافيه اللي غطي فيها الجلبانه. نتوما كتشوفوا معايا راه حيت الجلبانه ما مسلوقه حتى حاجه. صافي غادي نخليها طيب وتوقف في ديك الزويته اللي طبت فيها البصله. صافي غنغطيها وغادي نرجع معكم. هنا خديت البيض طربته على هذا الشكل هكا، ما كنطربوهش بزاف، كنزيدو عليه هذاك المعلقه ديال المعدنوس مع هذاك النعناع راني قطعته بالمقص رقيق. غادي نزيدو غنزيدو على البيض. بغيتو تكتفيو غير بالمعدنوس ديروه، المهم جربوا. الا عجبكم بهاد المعدنوس والقزبر ديروهم، ما عجبكمش خليوه غير البيض بوحديتو. المهم نتوما واللي بغيتو. المهم الحاجه راه كنعرفوا اللي ما جربتوهاش ما تقدروش تحكموا عليها. هنا هذيك الجلبانه ملي طيبتها هانتوما كتشوفوا معايا ما بقى فيها حتى حاجه، لا ما لا حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا معايا بقى والو، بقى غير الزيت بوحديتو. هانتوما هي كتشوفوا. غادي نزيدها على البيض. صافي هنايا غتشوفوا معايا غادي نحرك هاد الجلبانه مع البيض مع القزبر والنعناع، هذا المعدنوس والنعناع. صافي ديك المقيله نفسها اللي طيبت فيها الجلبانه غندير فيها واحد 2 معالق ديال الزيت البلديه خاصه ديال الطيب، وغنردها تسخن فيها باش غنطيب الطورطيه. صافي كيف قلت لكم نفس المقله اللي شحرت فيها الجلبانه والبصله غادي نخفي فيها الخليط عافيه مهيله، ما تكونش عافيه مجهده باش ما تحرقش الطورطيه وتبقى خضره من الداخل من الوسط. صافي ها هي دابا غطيب العافيه مهيله. ملي غنحسوا بها ما بقاش خفيفه بحال هكايا غادي نقلبوها على الوجه الاخر. هنا كيف كتشوفوا معايا فاش تشوفوها ولات بحال هكايا يعني دوك الجناب راهما شدوا راسهم مزيان. دابا غادي نقلبها على الوجه الاخر. هانتوما كتشوفوا معايا راني قلبتها، درت ليها هاد الخطايا كنشريوها خاصه ديال الطورطيه. هما كنقادها مزيان من الجناب باش كتجيني مقاده بهذا الشكل. صافي كيف قلت لكم عافيه مهيله. هي ما خصهاش تحمر بزاف، الوجه ديالها ما خصوش يتحمر بزاف باش كتجي اللون ديال الجلبانه باين. صافي غادي نخليها حتى الوجه الاخر عاوتاني يتحمر شي شويه ياخذ اللون. صافي
ودابا غادي ندوزو باش نصايب معكم الطرطيه الثانيه اللي هي الطرطيه ديال البطاطا والبصله و لي زيبينار. عندي هنايا البطاطا القياس اللي بغيتو. هنايا عندي تقريبا واحد 7 ديال البطاطات كبارين. عندي واحد البصله كبيره هانتوما كتشوفوا معايا قداش دايره كبيره. عندي هنا 6 ديال البيضات. عندي هنا واحد الحفنه كبيره ديال لي زيبينار. يمكن لكم ديروا اكثر، يمكن لكم ديروا قل نتوما واللي بغيتو. البيض غادي نقول لكم شحال غيدخل هاد الساعه. عندي 6. الا كنت غادي نزيد 2 ولا غنزيد وحده غادي نقول لكم. المهم غادي ندوزو دابا للطريقه. هنا كناخذ هذيك البطاطا نقيتها وقطعتها على هذا الشكل هكا رقيقه. رجعوا للفيديو ديال الطورطيه رانا وريتكم كيفاش تقطع. هنايا بحال دابا كناخذوا البطاطا وكنقسموها على 2 وكناخذوا هذا النص وكنقطعوه هكا على 4 ولا على 5 وكنبدا نقطعها على هذا الشكل هكايا في القطاعه باش كيخرجوا ليا طريفات هكايا. وكاينه طريقه واحده اخرى حتى هي كتجي زوينه. كنبداو نقطعوا البطاطا على هذا الشكل هكا. كنبقى غادا ندايرين على ديك البطاطا هكايا. نتوما واللي بغيتو الطريقه اللي بغيتو تديروها، اللي بغيتو ديروها غديروها اللي جاتكم ساهله. هانتوما على هذا الشكل هكا حتى كنسالي البطاطا. كتجي البطاطا هانتوما كتجي رقيقه على هذا الشكل. انا كتجيني ساهله كنقطعها في القطاعه. كنقطعها هكا. كنقطع البطاطا على 2 كيف قلت لكم. كناخذ النص وكنقطعو هكا طوالين وكنعاود ثاني نقطعو هكا رقيق. يعني خص شويه ديال هذا شويه د الخاطر، ولكن داكشي غير مع لابخاتيك وصافي. المهم عندي البطاطا ها هي. راه من بعد غادي نكمل هذوك غير خليتهم باش نوريكم. هنا عندي ديك البصله الكبيره هانتوما كتشوفوا معايا راني شحرتها مزيان، قليتها او حمرتها على هذا الشكل هكا. دابا غنرجعها نفس المقله اللي حمرتها فيها وغادي نزيد عليها هاد الحفنه كبيره ديال لي زيبينار. غير كنختصر باش ما يجيش الفيديو طويل. دابا غادي نكمل على هاد البطاطا. هاد البصله غنرجعها المقله باش نزيد عليها هاد لي زيبينار وغادي نرجع معكم. هانتوما كتشوفوا معايا راني درت لي زيبينار زدتهم على البصله. غنديهم ونجيبهم العافيه نجهدوها شي شويه لان كنعرفوا لي زيبينار كيطلقوا الماء ديالهم. كنجهدوا شويه مع التحرك بطبيعه الحال. صافي غنخليهم حتى يطيحوا شي شويه، ما نكثروش عليهم الطياب بزاف. صافي وغنطفي عليهم وغادي نمشيو لحاجه اخرى. هنا درت الزيت كيسخن. الزيت القياس اللي غادي نقليو فيه درتو كيسخن. عندي البطاطا درت ليها الملحه. البطاطا اللي قطعت درت ليها الملحه بطبيعه الحال نملحوها. ماشي كنقصد نملحوها يعني نملحوها. دابا غادي نبدا ندير شويه بشويه. صافي هنايا عمرت المقيله ديالي. الا كنتم مزروبين ديروا الزيت بزايد باش تقليو 2 قليات ولا ديروا قليه وحده وتهناو. الا ما كنتوش مزروبين ديروا 3 ديال القليات يعني بشويه عليكم. دابا غنخليها حتى تقلى ما غاديش تحمر. راه نفس الطريقه اللي درت اخر مره كنت سجلت معكم الطورطيه 2 ديال الطورطيات. نفس الطريقه يعني ما كنحمروهاش يعني كتسخف هذاك الزيت. كنهزها كنديرها في واحد الشبكه حتى كتقطر من داك الزيت عاد باش كنديرها في البيض. المهم دابا غادي نقلي نقلي البطاطا حتى نكملها كامله وغادي نرجع معكم. هنا خديت البيض خلطته المهم حركته بالفرشيطه. هنا غادي نزيد هذيك البصله اللي شحرنا مع سميتو مع لي زيبينار نزيدوهم هكا. وغادي نزيد البطاطا. هانتوما كتشوفوا راه درتها في هاد الشبكه باش تقطر مزيان من الزيت. ضروري ديروها في هاد الشبكه باش ما تجيكمش الطرطيه تجيكم مزيته. صافي غادي نقلبها هنايا في البيض وغادي نخلط الكل جيدا. هنايا نفس الطريقه درت واحد شويه ديال زيت بلديه خاصه ديال الطياب. هانتوما كتشوفوا العافيه ماشي مجهده بزاف. غنزيد نقللها. هنايا رانا زدت 2 بيضات على دوك 6 البيضات زدت 2 هي 8 ديال البيضات. صافي غادي دابا الزيت عندي راه سخن. دابا غادي نخوي هذا الخليط ديال الطورطيه.
انا كتعجبني تجي طالعه، يعني ما تجيش رقيقه الحجم ديالها. هانتوما كتشوفوا كنقادها مزيان على هذا الشكل، باش كتجي بلا مقاده مزيان، تيجي الشكل ديالها زوين. صافي غادي نخليها طيب حتى طيب على الوجه الاول، وغندير لها نفس الطريقه، غنقلبها بهاد اللعيبه هذه. ما غسلتها ما حتى حاجه، نفس فاش قلبت فيها الطورطيه ديال الجلبانه غنقلب فيها حتى الطورطيه ديال البطاطا ولي زيبينار. صافي كيف قلت لكم عافيه مهيله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطيات. هذه الطورطيه ديال البطاطا ولي زيبينار، هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي رائعه رائعه رائعه، كتجي زوينه وسهله. وهذه ديال الجلبانه هانتومايا كتجي حتى هي زوينه بزاف، والمقادير راه في متناول الجميع، ما كاينه حتى شي حاجه اللي هي كومبليكي. هاد الطورطيات يمكن لكم ديروهم تقدموهم او ترافقوهم مع ايفيلي ديال الدجاج ولا ديال لادان ولا ديال حوت مقلي ولا ديال كفيته مقليه، كيجيو بصراحه زوينين. وبالنسبه للوليدات اللي ما تياكلوش الخضره يمكن لكم ديروا لهم هاد الطريقه هذه باش كتدخلوا لهم هاد الخضره بهاد الطريقه هذه. بصراحه كيجيو زوينين بزاف. ما تنساوش الا جربتوا هاد الوصفه هذه خليوا لي لايك. ما تنساوش تشاركوا القناه مع عائلاتكم وحبابكم. ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. كنشكر الناس اللي انضموا جدادين عندي في القناه، كنقول لهم مرحبا بكم ومرحبا بكم كاملين، وكنشكركم جزيل الشكر بزاف بزاف بزاف. والى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.